النهارده انا هنا بحيي محمد ثروت اللي هان اللي بتقول له انا المحاميه بتاعه المستشار ايمن حجاج، اول محاميه تجيب لي اعدام. هو ابراهيم طنطاوي المحامي بتاعه ولا انت؟ هنتقابل في المحكمه بالجزئيتين دول. تمام؟ طيب اتمنى ان محمد ثروت يشوفني ممثل محترم وبين قد ايه ان هي لازقه، فضلت مش سايباه لحد برضه ما خدت اللقطه. انت عارفه هي خدت اللقطه ليه؟ عشان تبين للمحامين الكسر اللي شبهها، الكسر اللي شبهها اللي زيها. شوفوا انا ماسكه شغل مين زي ما ماشيه بتديها ببنتي. شوفوا انا عندي شغل مين، شوفوا انا متصوره مع مين. هي تحب الحاجات ديت. تمام؟ وبشكر البنات اللي جت تتصور معاهم وطردوها. رسالة لعلياء. لا ما تقوليش رسالة، أنا مش بتاعت رسايل مع الخاينة. الخاينة بالوراثة. الأم خاينة والبنت خاينة. عايزة تبقى إيه؟ أنا أوجه لها رسالة؟ أنا أوجه لها الخيانة. الخيانة يا خاينة. شيماء العظيمة اللي كانت بتاكلك انت وامك واخواتك وكمان تشيلك من الاكل كمان وتديكي كله، بتتكلمي عليها يا خاينه؟ هي بتغير منك انت يا حراميه. اوعدهم مش هتطلع على التيك توك. ابدا. اوعدكم. وجه لهم رسالة بقى. لا اوعدكم طبعا، انا ما بقولش كلمه هم عارفيني بكده، هم مؤلفين عليها على فكره، مش حتتي. سايبه المجال ده للي هي حتته، انا مش حتتي. انا بطلع التيك توك مش حتتك. لا والله العظيم بدعمهم، والله بدعمهم. اسد. ايه رايك بقى؟ شوفي بس بكام ده ولا لوحده. كل ده ليه؟ ورود قلوب، ما هي دي بفلوس صح ولا دي ببلاش؟ لايك وشير، ما ده بفلوس ولا ده ببلاش؟ جاب حق شيماء بصراحه، وهو ما يعرفش شيماء على فكره، ولا احنا كمان، احنا نعرفه كفنان بيطلع امامنا على الشاشات التلفزيون. فقد ايه هو ممكن كانت علياء اتصورت معاه عادي من غير ما تتكلم، لكن هي بتفخر في نفسها وبتعلف نفسها، بتقول له انا المحاميه علياء سلامه، اول محاميه فيك يا مصر تجيب لي قاضي اعدام. رد عليها ببقه قال لها ايه؟ كلكم اتفرجتوا. قال لها يعني ايدك متعاصه بالدم، انا ما اتصورش جنبك. احييك يا محمد يا ثروت، شكرا ان رديت عليها، وشكرا انك رجعت حق القضاء كلهم، لان هي عار على القضاء. النهارده انا هنا بحيي محمد ثروت اللي هان اللي بتقول له انا المحاميه بتاعه المستشار ايمن حجاج، اول محاميه تجيب لي اعدام. هو ابراهيم طنطاوي المحامي بتاعه ولا انت؟ هنتقابل في المحكمه بالجزئيتين دول. تمام؟ طيب اتمنى ان محمد ثروت يشوفني ممثل محترم وبين قد ايه ان هي لازقه، فضلت مش سايباه لحد برضه ما خدت اللقطه. انت عارفه هي خدت اللقطه ليه؟ عشان تبين للمحامين الكسر اللي شبهها، الكسر اللي شبهها اللي زيها. شوفوا انا ماسكه شغل مين زي ما ماشيه بتديها ببنتي. شوفوا انا عندي شغل مين، شوفوا انا متصوره مع مين. هي تحب الحاجات ديت. تمام؟ وبشكر البنات اللي جت تتصور معاهم وطردوها من الكادر وهي جايه داخله جنبهم. كلكم شفتوها وانا معاكم. البنات امشي امشي امشي، شفتوها ولا لا؟ يا خاينه بالوراثه، يا غلو، يا ام صرنا من شيماء جمال. لازم تجيبي شيماء في جمله مفيده. اصل الاعلام هيستضيفك ليه؟ مين انتي؟ علياء. مين هي علياء؟ طيب قولي لي كده. صاحبه مكتب؟ صاحبه قضيه كبيره مشهوره؟ مين هي؟ قولي لي كده. عايزه اسمع. سمعتوا طب كسبت قضيه فبتستضيفوها عليها؟
ولا انتوا بتستضيفوها عشان شيماء جمال؟ مين يا مصديه يا مصديه يغم التاني؟ ايه؟ المره دي بقى ايه بقى الترند؟ هيقولوا يا مصديه يا مصديه. ده انت الصدى بينقط منك. انت والماما ام منقار. هي حبسه ولا اتنين؟ هي هتبقى واحده. اكيفك بالمره. يعني انت مصديه والماما مصديه. قولي لي بقى. انا عارفه ان الافيه ده هياخدوه الشباب والبنات ويقولوا لها كده. تاني. يعني انت مصديه والماما ام منقار مصديه. زرافه والله العظيم امها زرافه. كده عليا هتزعل. امال انا بقول لهم لا ليه؟ ده هي لو عندها دم تزعل. ده هي لو عندها كرامه ما تبان، انما البدع عندك ما عندهاش كرامه. شكرا للفنانه زينه اللي استضيفوها في اليوم السابع واتكلمت بحق الله على شيماء جمال وعلى جنى. طبطبت على جنى. الحديث اللي هي عملته طبطب على جنى وانا وريته لجنى وطبطب عليا. ميرسي ليكي يا فنانه. شكرا ليكي. انت كأم خاطبتي جنى، وانت كأم لمستي ايه اللي جوايا، فشكرا ليكي. ميرسي ليكي. سلام عليكم.